حبك دوم، أنا العصي عسى تغفر تراعي. من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قرأت حديثا جميلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استوقفتني فيه كلمة تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الله. استمع معي للحديث وتأمل، هل فعلا شعرت أنت بنفس الشيء الذي شعرت به؟ عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد إذ أقبل 3 نفر، يعني 3 أشخاص، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد، يعني ما جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة، يعني فراغ، فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، يعني حتى ما يزاحم أحد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر ال3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، يعني لما دخل واقترب، قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. انتهى الحديث. الآن هل انتبهت إلى الكلمة يقصدها؟ اي والله لاحظ، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الآخر فاستحيا الله منه. معقولة الله جل جلاله يستحي من عبده؟ يعني ليس العجب أن العبد يستحي من ربه، طبعا هذا هو المفترض أصلا لكثرة نعمه سبحانه وشدة تقصيرنا في حقه، لكن العجب أن الله جل الله في علاه هو الذي يستحي منا. ما هو الفعل الذي يمكن أن يقع من العبد فيستحي الله منه؟ مجرد أن يرفع العبد يديه للدعاء، بس بمجرد أن تطلب من الله فإن الله يستحي منك، لا بد أن يعطيك شيء، إما أن يعطيك بالضبط ما طلبت أو أكثر منه، مستحيل أن يعطيك أقل. إما أن يعطيك ما طلبت إذا كان ما طلبته هو الخير لك، أو أفضل منه، إما بتوقيت آخر أو بشكل آخر، بالدنيا بالآخرة، المهم لا بد أن يعطيك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، نعم إنه سيستحي منك أولا ثم سوف يعطيك. طيب سؤال، لماذا يستحي الله منا؟ لماذا؟ لأنه كريم سبحانه، لا يوجد من هو أكرم منه، اتصف بكل الصفات العلى مع أنه مستغن عنا ونحن لا شيء بالنسبة له، ولكن مع هذا في كل يوم يدعوه العباد وفي كل يوم يستحي منهم. اسمع كيف وصف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ربنا إلينا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، لا بد أن يضع فيهما خيرا، يستحي منك. وحياء الله تعالى ليس كحياء المخلوقين الذي فيه انكسار وضعف، لا، حياؤه على وجه الكمال، نوع آخر لا تدركه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. طيب ماذا أفعل إذا استحى الله مني؟ صراحة أول شيء يخطر ببالي أنني أستحي منه أيضا. والله مجرد استشعار أن الله يستحي مني تجعل العبد يعني في قمة الحياء من الله عز وجل. انتبه لهذه النقطة الدقيقة، إذا حصل لك هذا الحياء من الله فإنه سيرفع مقامك عنده أكثر مما لو كنت فقط تعبده رجاء وخوفا. فإن الذي يترك الذنوب خوفا ورجاء إنما يتركها لأجل حماية نفسه، لأجل مصلحة نفسه، وأما الذي يترك الذنوب حياء من الله فإنه يتركها مراعاة لجانب ربه. ولا شك أن الذي يترك الذنب لأجل الله أفضل من الذي يتركها فقط لأجل نفسه، وفي كل خير، يعني كلاهما ممدوح، لكن الذي يستحي من الله أفضل والأكمل أن يعبد الله حياء وحبا ورجاء وخوفا، فيجمع بين الكل. عموما المؤمن إذا وقع منه الذنب فإنه يفعله وهو مكسور، يعني نعم قد يذنب العبد لطبيعته البشرية، نحن بشر في النهاية قد نخطئ، ولكن ليس بجرأة على الله، ليس بتبجح واستكبار وعدم مبالاة، بل حتى ولو أذنب المؤمن فإنه يفعل الذنب بضعف وانكسار
وقد ورد في الأثر: من استحى من الله عند المعصية استحى الله من عقوبته يوم يلقاه. الله أكبر. وأما هذا الذي يفعل الذنب وهو لا يستشعر أي حياء من الله، والله ما أدري ماذا يحس. يعني روي في أثر إلهي يقول الرب عز وجل: ما أنصفني عبدي يدعوني فأستحي أن أرده ويعصيني ولا يستحي مني. أليس من المفترض أن نقابل الإحسان بالإحسان؟ وإذا كان العبد يستحي من الخلق أن يروه على معصية فمن باب أولى أن يستحي من الخالق. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. حتى أن مرة من المرات أحد الصالحين قال وصية جميلة لابنه، قال: إذا دعتك نفسك إلى ذنب فيها، يعني من الله عز وجل، قال: ثم انظر إلى الأرض واستحي ممن فيها. أما إذا كنت لا ممن في السماء تستحي ولا ممن في الأرض تستحي فلا تعد نفسك من البشر. واحد منا في العادة يعني يستحي من الذين لهم قدر عنده، فالإنسان يستحي من البهائم مثلا، لا يستحي من البهائم مثلا، يعني لا يستحي من طفل رضيع، ولكنه بالعادة يستحي من صاحب المقام والعلم والجاه أكثر من غيره. وكلما كان الذي أمامك لديه قدر أكبر استحييت أنت أكثر من أن تفعل ما لا يليق. حتى الإنسان ربما يستحي أن يرفع صوته. لله المثل الأعلى، ربنا أولى من نستحي منه، كيف وقد عرفنا أنه أيضا يستحي منا. يستحي إذا طلبناه، فإذا استحييت من الله فإن الله أيضا يستحي منك كما في الحديث: وأما الآخر فاستحيا الله منه. يا الله، ما هذا التعامل؟ ما هذا التعامل الراقي بين العبد وربه؟ العبد يستحي من ربه وإلهه، وإلهه يستحي منه فيكرمه ويعطيه. والله الذي يعرف الله تعالى حق المعرفة والله يعيش في سعادة وحب وراحة وانشراح صدر لا مثيل له. أسأل الله أن يجعل السعادة في قلوبنا وقلوبكم. إن شاء الله في حلقة قادمة نتعرف على الله أكثر، والحمد لله رب العالمين. إلهي يا قيوم إليك أحتاج، أرجوك بدموعي صلي بحبك دوم، أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد.